كتير من الأوقات بنبقى عارفين إن ربنا بيحبنا وإحنا متأكدين إن ربنا بيحبنا، بس هي الفكرة هل إحنا شايفينها ولا مش شايفينها؟ إحنا متأكدين بس مش عارفين شايفين ولا مش شايفين، لامسين ولا مش لامسين. فإحنا عمالين نفكر مع بعض، هو إحنا بنحب ربنا عشان هو حبنا أو نحن نحبه لأنه هو حبنا أو لأن هو اللي سبق بالمحبة؟ فإحنا عايزين نفهم النهاردة في الوقت اللي أنا هقضيه معاكم دلوقتي هو حتة أحبنا أولا. هو أحبنا أولا. في يوحنا الأولى ركز جدا على إن إحنا بنحب ربنا مش عشان فضل مننا لربنا، مش عشان إنه بيمن أو بيعطي أو إنه بيحافظ أو لا خالص. ده بيحبنا الأول وحبنا الأول، عشان كده إحنا بنرد جزء من المحبة دي. وعلشان كده إحنا بنتكلم على واحد زي القديس أغسطينوس يقول إن كل الكتاب المقدس، كل الكتاب من أوله لآخره لا يفعل شيئا سوى أن يخبرنا عن محبة الله. هتقولي إزاي يعلن لينا عن محبة الله؟ في سفر التكوين إيه علاقته بمحبة الله؟ من أول سفر التكوين لغاية ما نوصل أو يوصل بينا لغاية سفر الرؤيا، كل دي مراحل ما بين سفر التكوين وما بين سفر الرؤيا، كل ده هي تعاملات محبة الله مع البشر. حتى في التقديم، حتى في العقاب، حتى هتلاحظوا حاجة غريبة جدا إن إحنا هنشوف محبة ربنا النهاردة بشكل مختلف خالص. وهتخشوا بعمق أكتر مع أبونا لما يجي بيتكلم معاكم عن موضوعين في منتهى الأهمية. علشان كده الخلقة هي علامة من علامات محبة الله. نقول له في القداس الغروري لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. أنت خلقتني مش عشان إنك محتاجني. يقول له كده خلقتني كإنسان، خلقتني إنسانا كإيه؟ كمحب للبشر. يعني القديس غريغوريوس قاعد يتكلم على محبة ربنا بس في الحتة بتاعت الخلقة دي أو الخليقة دي، قاعد يكلمنا فيها عن كلمات كتير. عشان كده قداس طويل غير القداس الباسيلي سريع، وبرضه بيعلن عن محبة ربنا، بس القديس غريغوريوس دخل فيها بعمق. فكل واحد فينا لما يقعد يفكر، اصلا يمكن احنا قلت لكم الحكايه دي قبل كده، قلت لكم انه الله خلق الانسان، جعل فيه الوجود او اوجده محبه، اوجده محبه. لما يوجده من لا شيء عايز منه ايه؟ ده انسان حته شويه تراب مفيهوش حاجه، لكن ربنا بيحبه. وده اللي احنا بنشوفه في مثلا لما يكون في حد عنده اولاد والام مثلا حامل، والوقت ده هي حبت البيبي قبل ما تشوفه، تعرفش شكله ايه، تعرفش لون شعره ايه، لون عينيه، تعرفش. سيبكم من الفور دي والكلام اللي بيحصل دلوقتي، لكن بنتكلم على العادي. في حد فينا يعرف ابنه ده هيطلع شخصيته عامله ازاي؟ بنحبهم ولا مش بنحبهم؟ عشان كده الله أحب البشر قبل أن يخلقهم، قبل أن يوجدهم، وأوجدهم لكي ما يحقق هذه المحبة. فأول علامة من علامات المحبة هي البداية، أن الله أوجدنا. ومش بس أوجدنا، ده أوجدنا مختلفين لكي ما نعيش للأبد. أوجدنا مختلفين لكي ما نعيش للأبد. تعالوا نشوفها إزاي. يعني الله خلق الإنسان بشكل أو بصورة أو بطريقة مختلفة، يقول لك كده ونفخ فيه نسمة حياة غير باقي الخلقة. ليكن نور فكان نور، ليكن فكان. لكن جه عند الإنسان يقول لك إيه؟
ونفخ فيه نسمة حياة فبقينا حتة منه. دي محبة. ميزنا عن باقي الخليقة. دي محبة. علانا فوق الخليقة. دي محبة. عشان كده لما الواحد يقعد يفكر هو ربنا عمال يديني في ايه، وده اللي احنا هنختبره بقى بعد شويه. هل احنا بقى يعني في اخر محاضره بقى خالص هنعرف هو احنا فعلا بنحب ربنا؟ يعني بجد بنحبه؟ ولا احنا بنقول كلام وبنمثل ونقول احنا لا ده احنا بنموت فيه؟ صدقوني هنكتشف ان احنا كتير من الاوقات ان محبتنا لربنا محتاجه مراجعه. فالله خلق الانسان محبه، خلق الانسان مختلف لكي ما يعيش للابد برضه محبه. المحبه كمان نلاقيها او اعلنت في التجسد. خطه الخلاص من اول ما ربنا وعد ادم قال له انه انا هاجي، وجه. محبه وتحقيق للعدل، وانه ياخد هو حكم الموت والفداء. كل ده لما تقعد تفكر فيه هو ايه؟ محبه. ما هي الا محبه الله التي تحصر الانسان في كل حاجه في حياته من اول وجوده لغايه حياته الابديه. طب ايه هي بقى سمات محبه الله؟ عشان الناس بتفتكر ان محبه ربنا فيما يعطيه. يعني الله يعطي يبقى بيحب، الله مسك ايده يبقى ربنا مش بيحبني. ودي الحرب اللي احنا بنقع فيها كلنا بلا استثناء، وانا بقول كلنا باختلاف ايماننا والمستوى بتاع الايمان والمحبه اللي جوانا لربنا، لكن فعلا بنتخبط بالحته دي. وربنا بيحبني بجد. يجي الشيطان يقول لي امال سايبك ليه؟ امال ليه مخلي الظلم في حياتك؟ ليه مخلي الناس اللي بتأذيك موجوده؟ ويشككني في محبة ربنا. تفتكر ربنا لو هو بيحبك بجد تفتكر كان هيسيبك في الموقف الفلاني ويقعد يخليني ويحاربني في أفكار أو بأفكار تتعبني؟ إيه هي سمات محبة الله عشان الوقت؟ أولاً هي محبة شخصية. يعني إيه محبة شخصية؟ يعني الله بيحب الإنسان باسمه. عندنا كم شخص في الحياة في العالم النهاردة؟ في حدود الكام؟ 7 مليار تقريبا، 8 مليار 8 مليار 6 مليار ونص 7 مليار. مين يزود؟ 8 مليار 7 مليار أي كان الرقم. الله يحب كل شخص جوه ال 8 مليار ولا 7 مليار دول باسمه. عشان كده هنشوف شوية آيات نستغرب هو ربنا أصر إن يبقى موجود ده جوه كتاب مقدس عشان يعلمني إنه بيحبني أنا. تعال نشوف إزاي. يقول كده ولكن غلاطيا 1 معلمنا بولس الرسول يقول إيه؟ ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي. عارفين كلمة أفرزني يعني إيه؟ يعني ميزني، يعني شايفني. يعني في وسط 7 مليار حتة الزيجوت دي ولا حتة الطفل الصغير اللي لسه يعني كله 2 سنتي في 4 سنتي ولا 2 سنتي في 3 سنتي، ده عارف جيناته، عارف هيبقى فيه ايه، عارف هيطلع معذب ابوه وامه ولا مش عارف. هو عارف بس بيحبه في كل الحالات، وهنشوف ده بعد شوية. عشان كده يقول لك ودعاني بنعمتي. فهنا بيتكلم بدعانا ولا دعاني؟ أفرزني ولا أفرزنا؟ أفرزني أنا باسمي بولس. سفر المزامير يقول لأنك قد اقتنيت كليتي نزكتني في بطن أمي. بيتكلم على كل واحد الله كأنه أم مهرة، أم شاطرة، والإنسان ده ربنا بيعمله بإيده. ما احنا خلقت إيديه. فالإنسان اللي يتحارب بفكرة ما ده أنا واحد وسط 7 مليار إيش دراني هو شايفني أنا مش شايفني، وأنا أروح فين في وسط كل العدد ده؟ لا، يقول لك أنا بحبك محبة شخصية، بحبك أنت. وكل واحد فينا يعلن ويحط اسمه الله أحبني.
وبذل ذاته لأجلي. شيل اليه واكتب اسمك. لأجل مرقس، لأجل سميرة، لأجل وميمان، لأجل كارتر، لأجل مريان، لأجل مريم، لأجل. شيل اليه وحط اسمك واسمي. في سفر أشعياء يقول اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد. بيكلم الناس يقول لهم افهموا، الرب من البطن دعاني. بيقول لكل العالم وبيعلن محبة ربنا في دعوته الشخصية وهو في بطن أمه. يمكن احنا بنحب الناس بناء على تعاملاتنا مع بعض، لكن واحد ما عرفوش هحبه ازاي؟ مش كده؟ لكن ربنا من وهو لسه الإنسان في فكر بابا وماما هو حب اللي هيجي ده في كل المراحل، هو شايفه. فبيقول من أحشاء أمي ذكر اسمي. من وأنا في بطن ماما ربنا عارف اسمي. طب هو رب أنت، ده احنا بنقعد دلوقتي نسمي جايكوب ونسمي زاك ونسمي مش عارف مين، الحاجات بتاعت زمان بقى، الحاجات دي ما بقيتش موجودة دلوقتي، صح؟ هو ربنا عارف أنا هيبقى اسمي في الزمن ده إن أنا مثلا اسمي مارك بدل مرقس بتاع زمان، عشان بابا وماما دلوقتي بيحبوا الحاجات الافرنجي. ايوه ربنا عارف ان هم هيغيروا النوعيه بتاعت التسميه عارف ان انت اسمك هيبقى كذا في الزمن الفلاني. الامهات في مصر يقعدوا يتكلموا كده على مش عارف لما يتضايقوا من عيل من العيال يقول لك اللي ما يتسماش. تسمعوا الكلمه دي؟ لا حضرتك ده اتسمى، واتسمى من قبل ما انت تجيبيه. لا اتسمى وليه اسم وربنا عارفه من قبل ما انت تجيبيه اصلا. ما تسماش ازاي؟ ده اتسمى من بدري قوي، صح؟ فأشعياء 1:43 يقول لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. طب داعي، طب يا رب دعك ازاي وانت في الفترة دي؟ أنا يعني ما كانش فيه فداء وما كانش فيه. يقول لك لا، الله اختار شعب بني إسرائيل عشان يقول في العهد القديم ويعلن أن هناك شعب خاص لله، وكان ربنا فاتح الباب لكل الناس. عشان كده بنسمي في العهد القديم كان في ناس بيسموهم الدخلاء، دخلوا اليهودية، قبلوا الختان عشان يبقى قابل ان هو يبقى ابن ربنا. كانت علامة الختان عبارة عن علامة ايه؟ بنوة بتاعه، ملكية خاصة. عشان كده محبة الله ليا هي محبة خاصة، محبة شخصية. رقم 2 هي محبة أبدية، محبة شخصية وتظل للأبد شخصية لغاية اليوم اللي فيه هناخد فيه الأكلين. يجي يقول لك فاكر أنا قلت لك، أنا فاكر أنت كنت تعبان من الحاجة الفلانية، فاكر الحاجة الفلانية، وربنا هيتكلم معانا وجها لوجه. يقول لك كده لا ننظره كمان يعني نراه كمان يرى نفسه في مرآة. نشوفه، احنا بنشوفه، مش هنشوفه بقى زمان زي سامعين عنه ومش شايفينه قوي زي ما احنا فيه دلوقتي، لكن ربنا هنشوفه بالعيان. دلوقتي شايفينه بالإيمان، بكرة هنشوفه بالعين. عشان كده في أرمية 31:3 يقول الكلمة الجميلة دي، يقول تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية. يقول لي كده ومحبة أبدية أحببتك أدمت لك الرحمة. يعني يا رب أنت بتحبني وهتفضل تحبني. محبتنا لبعض ممكن تبدأ وممكن تنتهي، لكن محبة ربنا ابتدت ولن تنتهي. فبقيت محبة شخصية أبدية لا تنتهي وتفضل طول عمرها شخصية. فأنت وأنت بتتعامل مع ربنا اتعامل معاه على أنه بيحبك باسمك وبيحبك طول الوقت بدون أي معوقات. قديس أغسطينوس يقول إن حدود المحبة هي أن تحب بلا حدود. نقولها تاني، حدود المحبة هي أن تحب بلا حدود.
ايه رأيكم؟ احنا في العالم لا، اللي يحبني احبه، اللي يرعاني ارعاه، اللي يديني اديله، اللي يكبرني اكبره، اللي يحترمني احترمه. ده العالم. لكن في المسيحية عارفين ان المحبة نشيلها ونحط كلمة الله، لأن الله محبة. يعني تخيل معايا كده، الله بذاته يقول لك أنا محبة، أنا كده محبة. عايز تتكلم عني هتتكلم عن المحبة، عايز تحب الناس، عايز تتكلم مع الناس عني اتكلم عن المحبة. عشان كده حدود المحبة هي أن تحب بلا حدود، لأن الله غير محدود. فلما هتيجي تحب هتحب بطريقة مين؟ طريقتي كإنسان ولا طريقة ربنا الغير محدود؟ عشان كده الله يحب الإنسان محبة شخصية أبدية. خلوا بالكم من الحتة دي، وبلا حدود. أحب الكل بغض النظر هما بيعملوا إيه. محبتي للناس مش واقفة على محبة ربنا للناس، مش واقفة هما بيعملوا له إيه. ودي النقطة اللي هنشوفها كمان حبة. هي المحبة غير مشروطة. محبة غير مشروطة لأنه يقول كده ولكن الله بين لنا محبته. عمل إيه؟ لأننا ونحن خطاة مات المسيح لأجلنا. يعني الواحد فينا يقعد يفكر هو يا رب أنت بتحبني وأنت على الصليب كم واحد كان تايب في العالم؟ ممكن يتعدوا على الصوابع. طب يا رب الدم اللي أنت سفكته دوت كان دم مسفوك لأجل كل البشر. يعني أنت دفعت لنا إن أدفانس، يعني أنت سددت الثمن قبل ما إحنا نقول لك أوكي إن إحنا موافقين. يقول لك باب مفتوح للغفران، محبة أبدية، أحببتك أدمت لك الرحمة. فلما الواحد فينا يقعد يفكر يا رب يعني أنت بتحبني من غير ما يكون أنا تايب؟ تحبني وأنا نايم؟ أيوه. تاكل؟ أيوه. بتتعب الناس؟ تحبني؟ بحبك، بس ما بحبش اللي أنت بتعمله، بس بحبك. محبة غير مشروطة، مش مستني منك حاجة عشان أنا أحبك. لأن المحبة دي عاملة زي إيه؟ حبة ربنا في الحتة بتاعت غير مشروطة دي كمان. عارفين أنتوا التيار الكهربي اللي شغال في المباني؟ عارفين مواسير المية؟ المية موجودة بس محدش هيستفيد منها غير اللي هيفتح النور ويفتح الحنفية. بس أدي كل حكاية. أنت فتحت، المية موجودة، أنا بحبك، بس اسمح لي أكون موجود. لو ما فتحتليش أنت حر، براحتك، ليك مطلب الحرية. طب يا رب أنا بغلط، بقع، وتكرار الغلط كتير، ومالي؟ بحبك برضه. طب أنا مش قادر أحب أخوي، أنا بحبك. يعني أنا مش هكرهك أكيد عشان أنت بتكره أخوك أو مش بتحب أخوك. عشان كده كل واحد فينا محتاج إنه يصدق إن ربنا بيحبني محبة غير مشروطة. عايز أقول لكم الحتة دي لأنها بنتخبط جامد في فكرة إنه يا رب أنت مش هتحبني غير لما أبقى نضيف. في ناس تبقى فاهمة إنه لما يروح الكنيسة يروح إمتى؟ لما يبقى تايب، مش كده؟ صح؟ إيه رأيكم؟ مين موافق إن أنا أروح الكنيسة لما أبقى تايب؟ طب ولما أبقى خاطي أروح ولا ما أروحش؟ أنا محبوب بغض النظر عن اللي بعمله. محبة الله محبة شخصية، محبة أبدية، محبة غير مشروطة بلا حدود. مش اللي انت بتعمله هو اللي هيحدد ربنا بيحبك ولا لا. ربنا بيحبك طول العمر. عشان كده المحبة الغير المشروطة يقول عليها القديس أغسطينوس، يقول أحببتني يا رب وأنا أبتعد عنك، احتملتني حين كنت أحزنك، وظللت تطلبني وأنا أهرب منك.
هو ينفع يا رب كل واحد تعمل معاه كده ويسيبك ويدي لك ظهره ويمشي؟ بحبك. طب يا رب انت طالع على الصليب، ليه تقول ستأتي ساعة حينما تتركوني وحدي ولكني لست وحدي؟ طب يا رب انت سبت كل الناس اللي حواليك، كل الناس اللي انت شافتهم، كل الناس اللي انت شبعتهم، كل الناس اللي انت قومتهم من الموت، فينهم يوم الصليب؟ فينهم يوم ما انت اترفعت ومت، يوم ما مسكوك وبدأوا يجلدوك؟ كلهم سابون. مش بس سابون، ده في منهم ناس قالوا ايه؟ اصلبوا اصلبوا. كم من الناس اللي ربنا طبطب عليهم وقالوا عليه اصلبوا اصلبوا، عدد لا بأس به. عشان كده الله يحب الإنسان محبة غير مشروطة. قديس أغسطينوس يقول له أنت بتجري ورايا وأنا بهرب منك وبرضه بتحبني، طب وبعدين؟ هفضل أحبك. المحبة بتاعت ربنا هي محبة مجانية ببلاش، وإحنا بنموت فببلاش، بس ما بنقدروش أحيانا. يعني ممكن تلاقي واحد جايب لي هدية كبيرة غالية بس ببلاش. ايه رأيكم في واحد جات له هدية عيد ميلاده ايفون 17؟ انا معرفش سعره كام بس هنقول كده. هيتعامل مع الموبايل ده بيحب، مبسوط بيه لانه ببلاش، مش كده؟ صح؟ انتوا عارفين ان بعد شوية تعامله مع الموبايل بيبقى بحالة من الإهمال؟ طب تخيل نفس الموبايل وانا اللي رحت اشتريته بالمبلغ الفلاني، ده بينام في حضنه، صدقوني. عارف حد من العيال كده يقرب بس يمسك التليفون يروح رازعه قلمين، لا ده انا ايه، يقول لك انا دافع فيه دم قلبي. تخيل معايا ان ربنا اعطانا هذه المحبه بلا مقابل، وعلشان كده احنا بنهمل هذه المحبه في كتير من الاوقات، ما بنعرفش قيمتها، مش فاهمينها، شايفين انها بقت عادي. الكنايس مفتوحه ببلاش. زمان لما ايام الكورونا كانت الكنايس مفتوحه بس ما كانتش ببلاش. عارفين ليه ما كانتش ببلاش؟ عشان كان بالحجز، وكانت هنا كنا بنسافر، وما كانش ببلاش عشان احنا بقينا بنصحى بدري اكتر، وبقينا نبقى واقفين بره لمجرد انهم يفتحوا الباب عشان يخشوا. محبه ابديه، محبه غير مشروطه، محبه شخصيه، محبه مجانيه، بلاش. المسيح يبقى على المسبح وانا صاحب راحتي ورايح الكنيسه براحتي، اوصل بقى على الانجيل، اوصل على العظه، اوصل على التناول، الموضوع جميل والدنيا جميله وزيتنا في دقيقنا وابونا ما بيتكلمش وابونا بتاعنا تمام وابوك عمره ما بيوقف حد من التناول والدنيا حلوه، ما هي مجانيه، ما هي ببلاش. اليوم اللي فيه الكنايس اتقفلت كنا بنسمع بكى الناس في التليفونات، بكى. اوعى تخلي المحبة المجانية دي تطمعك، لأن الشيطان أحيانا يطمعنا فيها. بصوا الحربين، يا يشككني فيها إنها شخصية وإنها أبدية وإنها غير مشروطة، يا إما إنه يطمعني فيها. ما دي حرب تانية. يقول لي ما ده انت ابنه، كمل بقى، وهنعرف بعد شوية حكاية كمل بقى دي. فيقول في هوشع 14 يقول أنا أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا. حد عارف كلمة فضلا يعني إيه؟ نعم؟ رغم. أتفضل يعني إيه أتفضل؟ بمن، ومن يعني إيه؟ بيدي يعني إيه؟ كلمة فضلا بين قوسين معناها مجانا.
فضلا. فضلا يعني بيقول له أنا بديلك ببلاش. فيقول له لأن غضبي قد ارتد عنه، أنا بعدت عنه غضبي. انتوا متخيلين يعني ايه كلمة فضلا؟ يمكن معرفش انتوا قريتوا الآية دي قبل كده ولا لا، بس ممكن تعدي علينا كده. يقول لك كده أحبهم فضلا، أحبهم مجانا ببلاش، مش عايز منهم حاجة. يا رب يعني أنت مش بتحبني عشان تخليني أبقى يعني أعمل بقى بالوصية وكده؟ أنا بحبك بغض النظر أنت بتعمل إيه. بس مين اللي هيجني ثمر التعب بتاعك؟ هو أنت. أنا بالنسبة لي محبتي شغالة، بس مهم إن أنت تستخدمها وتستعملها. قديس بفنوتيوس يقول كده: الحق أن القديسين لا يقولون قد أنهم قد بلغوا ذلك الطريق الذي يسلكونه بتقدم وكمال في الفضيلة بجهادهم الشخصي أو الذاتي. يعني إيه؟ يعني ببساطة قديس بفنوتيوس يقول اوعى القديسين يقولوا إنهم بقيوا قديسين علشان هم جهدوا فبقيوا كويسين. أمال إيه بقى؟ يقول لك وإنما بفضل الله قائلين دربني فحقق. يعني بيقول لربنا، بيقول له أنا ما بقتش حلو إلا وأنت معايا وأنا معاك، لأن عمري ما هبقى حلو وأنا بعيد عنك، عمري ما هبقى منور وأنت بعيد عني، عمري ما هبقى بدي غير لما أبقى شبعان منك. عشان كده قال لهم القديسين اوعوا يفتكروا في يوم من الأيام إنهم بيعملوا حاجة عدلة. عشان كده يقول لك إيه؟ إذا فعلنا كل البر فقولوا أننا عبيد بطلون. عبيد بطلون يعني إيه؟ إنما ما فعلنا إلا ما أمرنا به. يعني الواحد لما يعمل الوصية يبقى حلو قوي ويبقى متشاف قوي والعالم يشوفه قوي. أبونا بشوي كامل كان من الشخصيات دي، حب الوصية، حب الإنجيل، كان يحب يقعد من الإنجيل كتير جدا 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 جدا. وعشان كده لما ما كانش بيقرأ وخلاص، كان بيقرأ ويعمل إيه؟ ويحب، يعني ينفذ وصية الإنجيل. عشان كده هي محبة، نقولها مع بعض: محبة شخصية أبدية غير مشروطة مجانية. نقولهم تاني: محبة شخصية، أبدأ بشخصية عشان مهمة. محبة شخصية أبدية غير مشروطة مجانية. قديس الأنبا أنطونيوس قال كلمة جميلة قوي، قال: عجيب هو الله في محبته يعطي حتى غير المستحقين ويطلب فقط أن نفتح له القلب. يفتح فرش المذبح، يقف كده يصلي، يقول يصلي صلاة اسمها صلاة الاستعداد. يقول له يا رب إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة، ولكن أنا بقول له أنا غير مستحق، فبقول له ولكن أنت يا رب اللي هتديني أعمل ده، أنت يا رب اللي هتديني إن أنا أقدم لك الذبيحة، فأنت اللي هتديني وأنا مش بستاهل. هديلك. فيقف القديس الغرغوريوس يقول كده، يقول له: أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة مجدا، أعطيتني إسعاد جسدك بخبز وخمر. من أجمل الحاجات اللي الواحد يقف يفكر فيها. إحنا كتير من الأوقات ربنا بيدينا عشان نديله، مش كتير، إحنا طول العمر ربنا بيدينا عشان نديله. عشان كده حتى اللي بندهوله هو اللي بندهولنا ببلاش. محبة باذلة. في 3:16 يوحنا يقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هكذا أحب الله العالم. هكذا يعني إيه؟ يعني إيه هكذا؟ زي ما أنتم شايفين كده، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
ربنا عايز مننا ان احنا نبص على المحبة بتاعته على انها محبة باذلة. عايز اقول لكم المحبة الباذلة بتاعت ربنا، يشوفني بغلط ويغمض عينه ويبقى باذل لانه متحمل موجوع. كان واحد من القديسين قال انه كل خطية انا بعملها في حياتي كأني بعمل ايه؟ بحط الشوك على راسه تاني، بحط الحربة في جنبه تاني. كل خطية بعملها، كل فكر لا يرضي صلاحه كأني بعمل ده في جسده. فهي محبة باذلة محتملنا. صدقوني يمكن احنا احنا محظوظين بربنا بتاعنا ده، حقيقي محظوظين. ربنا بتاعنا مش رب بعيد عننا، ده ربنا نزل وعاش وسطينا، بذل ذاته، بذل مجده، ضحى بكل البهاء اللي كان فيه منذ الأزل. فيجي الابن كده في الرب يسوع يقول كده للآب، يقول له إيه؟ يقول له إيه؟ مجدني بالمجد الذي كنت عليه أو فيه منذ الأزل، عندك منذ الأزل، لأنه دهان من الناس. عارفين لما الملك يقلع الحلة الملوكية ويلبس لبس مقطع ويمشي وسط الناس تعمل له ايه؟ تقعد اللي يهزق فيه واللي يقول عليه كلام وحش واللي يرفض انه يساعده واللي يبقى عايز ياكل ويقول له اقعد يا عم على جنب. طب تخيل معايا لو الشخص ده قلع الجلابية دي ورجع تاني ولبس التاج اللي لبس مش عارف ايه ومشي في الشارع، ايه اللي هيحصل؟ صح؟ مش كلنا بنعمل كده؟ هو ده الله بذل ذاته من أول فكرة الخلاص، إنه قبل على نفسه المهانة. دي محبة باذلة. طبعا أنا مش هتكلم معاكم عن المحبة الباذلة اللي بين الأزواج. محبة باذلة إيه؟ دي بازلاء بازلاء يعني محبة بازلاء، يعني على قد ما بيقدر كل واحد بحجم البازلاء. أنا لو بحجم البازلاء الآباء الكهنة هيرتاحوا. هذه المحبة البازلاء. شوفي تخيلي، صدقيني، تخيلوا معايا الله أعطانا كل شيء وإحنا بنبخل على بعض بكل شيء تقريبا. علشان كده محبة رعوية، يرعى. في سفر التكوين الله رعى حتى قايين القاتل. عارفين يعني ايه رعاه؟ يعني خد باله منه. المحبة تخلي الناس تاخد بالها من بعض، فربنا نقول عليه انت ضابط الكل، انت فاحص القلوب، مش واحنا بنقول عليه كده؟ صح؟ طب تمام. هتقول لي احنا قلنا ان هي قبل ما نبدا في الرعويه دي نقولهم مع بعض عشان نفتكر، لانهم كلهم مربوطين ببعض. اول حاجه شخصيه، ابديه، غير مشروطه، مجانيه، باذله، رعويه. انا عايز اسالكم، قايين كان ممكن اقل واجب ربنا يعمله معاه ايه؟ يسيبه يتقتل، يعني اقل حاجه. مش هو موت نفس وده كانت الوصيه على فكره في العهد القديم، كل نفس تعمل ايه؟ من يقتل نفس بالسيف يقتل. كان رفع ايده بس. بصوا بقى، اقروا معايا الايه دي. يقول له ان قايين بيقول لربنا، بيقول له انك قد طردتني اليوم عن وجه الارض ومن وجهك اختفي واكون تائها وهاربا في الارض، فيكون كل من وجدني يقتلني. فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين ف7 أضعاف ينتقم منه. يا رب ده فيه دم هابيل لسه مازال بيصرخ ليك من الارض، دلوقتي اللي قتل واقف بتقول له ان محدش هيقدر عليك واللي هيموتك هينتقم منه 7 أضعاف. لانه هو بيحب كل انسان محبه رعويه. يرعى كراعي صالح. وجعل الرب لقايين علامه
لكي لا يقتله كل من وجده. طب ليه يا رب؟ لأن محبتي ما بتقفش عند خطيته، ودي المحبة الغير المشروطة. وعشان المحبة غير مشروطة وشخصية وأبدية وباذلة، لأنه موجوع على ابنه اللي مات، لكن في نفس الوقت يجب أن ترعى. من ضمن الحاجات الجميلة اللي بنقولها كتير في المزمور: الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. يعني كل واحد فينا لما يحتاج حاجة اقف كده أقول له عايز كذا. حكيت لكم مرة عن الفطيرة المشلتتة. ما حكيت لكوش عن الفطيرة المشلتتة؟ حكيتها لكم انتوا صح؟ أيوه. مرة من المرات واحد من الخدام كان نفسه في فطير مشلتت بتاع مصر، وبعدين هو نزل مصر أجازة 3-4 أيام، وبعدين طلب من الناس اللي حواليه: يا جماعة شوفوا لي حد يعمل بفلوس فطير مشلتت. معرفش كان بيتوحم تقريبا يا جماعة، مش عارف. المهم الوقت اللي هو قعده من أول ما وصل لغاية ما سافر، طول الوقت عمال يعمل إيه؟ بيدور على حد يعمل له فطير مشلتت بفلوس، يعني مش ببلاش، مش حد يعمل له كده وخلاص. ما حصلش حاجة، ما لقاش حد. فيعني خلاص، يعني كانت على قد نفسه، ما يعني فمشي سافر. رجع هنا، فلما رجع قعد 2-3 كده، وليه اصحاب مجموعه من الناس يعني اللي بيحبوه. فلقي واحده من الناس اللي يعرفهم بتقول له: ده انا عايزك في حاجه. فبيقول لها: اوكي. فخير. فبتقول له: معرفش، انا في واحده صاحبتي كانت في مصر وجايبه دي الشنطه دي، انا معرفش فيها ايه، فبس هي بعتها لك. الشخص ده ملوش علاقه بالشخص الرابع ده البعيد ده خالص، معرفش هو فيه ايه ولا يعني لسه واصل من السفر، حتى ما قالش لحد ان هو كان بيدور على حد يعمل له فطير مشلتت بفلوس. بيفتح الشنطه ما لقاش الفطير. لقى فطيرتين مشلتته واللي هو كان عايزه. انتوا متخيلين؟ حتى احتياجات بالنسبه لنا تبدو تافهه، لكن الله في محبته يرعى. يبقى مع بعض. قديس أغسطينوس يقول: إلهي أنت تحتضن وجودي برعايتك، وكأنه لا تتطلع لآخر سواي. دي المحبة الإيه؟ الشخصية. تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. شخصية، رعوية، باذلة، غير مشروطة. الجملة دي لوحدها فيها ال4 محبات دول. نقولهم تاني: إلهي أنت تحتضن وجودي برعايتك، وكأنه لا تتطلع لآخر سواي. يبقى دي محبة إيه؟ شخصية. طب ال4 كلمات ولا ال6 كلمات اللي بعدهم: تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. السهر فيه إيه؟ بذل، وعلي شخصي. كأنك نسيت الخليقة كلها. رعوية، بيرعاني، خلوا باله مني. تهبني عطاياك وكأني أنا وحدي موضوع حبك. كأني أنا الوحيد في العالم، أنت ما بتحبش غيري، بس الحقيقة هو بيحب كل واحد كأنه ما بيحبش غيرك. ليتني أحبك يا إلهي كما أحببتني أولا. نقولهم بقى تاني: محبة شخصية، أبدية، غير مشروطة، أبدية، مجانية، باذلة، رعوية. نقولهم كمان مرة نحفظهم مع بعض. يلا: محبة شخصية،
مجانية باذلة رعوية. محبة تأديبية أو تصحيحية. ساعات كتير ما بنعرفش نشوف محبة ربنا لغاية النقطة دي. أول ما ربنا يبدأ يشتغل في فكرة التأديب والتصحيح نقول ربنا مش بيحبني. تعالوا نشوف إزاي. في عبرانيين 12 يقول كده: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. كل ابن فينا، كل واحد فينا ابن ربنا هو ابن. مهم قوي إني أبقى فاهم إن اللي بيتقدم ده محبوب. طب والإنسان اللي بينطلق كده يروح يعمل اللي هو عايزه، يعمل اللي هو عايزه، ما هو عارف إنه في يوم من الأيام هيعمل إيه؟ لا، هيعمل إيه؟ هيقع وهياخد جزاؤه. لكن الإنسان اللي بيأدب يعمل إيه؟ ده واحد بيعلن عن محبته عن الشخص ده. عشان كده جريمة في حق أولادنا إن إحنا نشوفهم بيعملوا حاجة غلط ونعمل إيه؟ ونسكت. ده معناه إن أنا مش بحبه. الدلع بتاع جد وتيتا في مصر اللي إحنا بنعمله لهم هم بيعملوا إيه؟ عكسه. ما تسيبي الواد. ما تسيبي إزاي؟ إحنا متفقين على سيستم والواد لازم ينام بدري. لا ما إحنا أجازة. بقول لك إيه؟ صدقوني كانت بتتقال لنا مالكش دعوة بالعيال. مالكش دعوة بالعيال. أمال مين اللي له دعوة بالعيال؟ لا يعملوا اللي هم عايزينه. انتوا مالكم؟ العيال تلعب كوره وتكسر، احنا مش مسموح نلعب كوره اصلا في البيت. فداهم يا ستي، فداهم. مين اللي فداهم؟ احنا متفقين على حاجات معينه. تكسروا الكلام ليه؟ وبمناسبه الناس اللي مسافره، ايه رايكم؟ هل ده تأديب ودي محبه؟ لا، مش محبه. علشان كده القديس أغسطينوس يقول له: الآن يعاقب الله بغضب أبناء الغضب في وقت الدينونة. بس يقول بقى: ولكنه يؤدب برحمة أبناء النعمة. يؤدب بنعمة برحمة. يعني إيه؟ يعني فيها حب. الرحمة تعلن عن المحبة. عشان كده الصورة دي أنا بحبها أوي للأمانة. حتى وإحنا بنبكي وإحنا تحت إيده، بس هو بيعمل إيه؟ يجرح ويعصب، يجرح ويداه تشفي. حتى يا رب في وسط الألم أنت بتحبني جدا، توجعني. اوكي. همثلها لكم بطريقة لطيفة أوي. لما الواحد فينا بيحب مراته بعد الشر وتعبت، أسيبها تعبانة ولا أوديها للدكتور؟ أوديها للدكتور، أهتم بيها. الدكتور قال محتاجة عملية. يعني في مشفط، يعني في بنك، يعني في خطورة. طب العملية هتكلف كذا. لا 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 لا، خليه. أنا عايزها بالبتاع بتاعها ده زي ما هي كده. فلوس، هندفع فلوس في علاج؟ لا لا. الإنسان اللي بيدوق تأديب الله وسماحه بالتجارب ويتمتع بالمحبة وهو جوه الأتون يعرف يسبح. الفتية الثلاثة داقوا ده. حتى بسماح الله بالتجربة كانوا بيحبوا ربنا، لدرجة إن الله بذاته كان حاضر في الوسط. جب الأسود كان موجود في الزنزانة، وبولس وبطرس كان موجود. يقول لك كانوا مسبحين الله طول الليل. إيه هو ده؟ أيوه، الله حاضر في وسط التجربة. أنا عارف إنه بيحبني. تخيلوا معايا شهداء ليبيا إزاي كانوا كده؟ إزاي واقفين راسهم مرفوعة؟ إزاي وصل لهم الجرأة والجبروت والقدرة على إن هم يبقوا تحت السيف ويظلوا على الإيمان إلى النفس الأخير؟ إزاي دي؟ لأنهم كانوا يرون ما لا نراه نحن.
كانوا يروا محبة الله في كل لحظة. شايفين الصليب قدامهم، المسيح مرفوع، مش مهم يا رب، فداك حياتي كلها يا رب، لأجلك نمات كل النهار. عشان كده المحبة التصحيحية تحتاج لينا إعلان الله لكل إنسان: إني أحبك فماذا بعد؟ ماذا بعد؟ نقولهم تاني بقى مع بعض. 1، محبة شخصية أبدية غير مشروطة باذلة مجانية رعوية تصحيحية. ربنا يكون معاكم، من لكم المؤتمر يكون متبارك ودايما طالعين بحاجة نعيش بيها المجد الدائم أبديا.